مصر هي الدولة الوحيدة التي خصها الله سبحانه وتعالى بالأمن والأمان. مصر التي ذكرت في القرآن الكريم 5 مرات صراحة، والعديد من المرات بالإشارة دون سائر بلدان الأرض، وهي الوحيدة التي ذكرت في كل الكتب السماوية. مصر الدولة الوحيدة التي توجد بها خزائن الأرض. وحلقتنا اليوم سوف نتحدث فيها عن ملك مصري. هذا الملك هو ثالث ملوك الأسرة المصرية الثالثة، الملك خعبا. الملك خعبا هو ملك مصري في العصر القديم، ويعتقد أنه حكم قرب نهاية الأسرة المصرية الثالثة. وحكم هذا الملك بعد الملك سخمخت، ويعتقد أنه حكم لفترة قصيرة قدرها العلماء ب4 أعوام فقط. ويعتقد أنه حكم بين العام 2603 قبل الميلاد إلى العام 2599 قبل الميلاد، إلا أن تلك التواريخ مستنتجة وتعتمد على القليل من الأدلة التي بقيت عن هذا الملك المبكر. نجح فريق أثري مصري بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية في الكشف عن مقبرة الملك خعبا. الملك خعبا هو ثالث ملوك الأسرة المصرية الثالثة، وتم العثور على المقبرة بمنطقة قويسنا الأثرية. ويعتبر أن هذه المرة الأولى التي تم فيها الكشف عن مقبرة تعود إلى عصر الدولة القديمة بقويسنا، والتي ظلت حتى وقت قريب تشتهر بمقابرها الأثرية التي تعود إلى العصر الروماني. بالإضافة إلى أنها تعتبر أول مقبرة مكتشفة للملك خعبا، ويعتبر أن العثور على هذه المقبرة يعد إنجازا أثريا جديدا، باعتبار أن الملك خعبا هو أحد الملوك الذين لا نزال لا نعرف عنهم الكثير. وما زال هذا العصر يحتاج إلى العديد من الأبحاث والدراسات لإزالة غبار التاريخ عنه واكتشافه. وفي عام 2010 ميلادية عثر على أثر من الطوب اللبن يقع شمال الموقع، والذي رجح فريق العمل حينها أنه يمثل مصطبة أثرية. وباستمرار عملية الحفر تم التوصل في عام 2014 ميلادية إلى أن هذا الأثر هو مقبرة الملك خعبا، حيث عثر على ختم يحمل اسمه. وها هو قرص حجري منقوش عليه اسم الملك خعبا داخل صرخ، وهو الآن في متحف الفنون الجميلة ببوسطن. مقبرة الملك خعبا
تابوت حجري داخل هرم خعباء المدرج في زاوية العريان. ويقع هذا الهرم المدرج في زاوية العريان على بعد نحو 1 كيلومتر جنوب الجيزة، وهو هرم غير مكتمل. وبناء هذا الهرم مطابق لأسلوب الأبنية الحجرية في الأسرة الثالثة. وكان ارتفاعه في الأصل إلى نحو 42 مترا إلى 45 مترا تقريبا. وبسبب عوامل الجو وصل ارتفاعه الآن إلى 20 مترا فقط. وبالرغم من عدم وجود نقوش تربط الهرم مباشرة بهذا الملك، إلا أن عددا من الأواني المصنوعة من الألابستر المنقوش عليها اسم الملك عثر عليها بالقرب من الهرم في مقبرة تحمل الرمز Z500 الواقعة إلى الشمال مباشرة من الهرم. والد هذا الملك سخم خت، مكان دفنه في زاوية العريان. تاريخ الوفاة 27 قبل الميلاد. وحكم في الأسرة المصرية السادسة. وإلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.